بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنحل محافظة أسيوط علوم تالتة إعدادي ترم تاني. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. رقم 1: يتناسب فرق الجهد بين طرفي موصل تناسبا نقط مع شدة التيار المارة فيه عند ثبوت درجة الحرارة. ده قانون أوم. تناسبا طرديا. طيب رقم 2: غطى مندل مياسم الأزهار لمنع حدوث تلقيح خلطي. رقم 3: الحد الأقصى للجرعة الآمنة للعاملين في مجال الإشعاع هو نقط ملي سيفرت في العام الواحد 20. رقم 4: تبعا لقانون مندل الأول فإن العوامل الوراثية نقط عند تكوين الأمشاج تنعزل. السؤال اللي بعد كده: ضع علامة صح أو علامة غلط أمام العبارات الآتية. رقم 1: يدخل عنصر اليود في تركيب هرمون الثيروكسين. صح. تفاعل ملح مع قلوي لتكوين حمض وماء يعرف بتفاعل التعادل. غلط. ده تفاعل التعادل تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء. طيب رقم 3: يصل الهرمون من موضع إفرازه إلى الخلايا المستهدفة عن طريق الجلد. غلط. عن طريق الدم. يعني الغدة تفرز الهرمون وتصبه في الدم، هو بقى الهرمون يوصل للمكان المستهدف. طيب رقم 4: تفاعل الألعاب النارية سريع بينما تفاعل صدأ الحديد يحتاج إلى ملايين السنين. غلط. ده تفاعل تكوين البترول في باطن الأرض هو اللي بيحتاج إلى ملايين السنين. السؤال اللي بعد كده: في الدائرة الكهربية المقابلة إذا كانت القوة الدفعة الكهربية لكل عمود 2 فولت، عندي 6 أعمدة، قوة الدفعة لكل واحد 2 فولت، وقيمة المقاومة 4 أوم. احسب قراءة الأميتر. ت هتساوي ج على م. ج بكام؟ عاوزين الجهد، فرق الجهد. ده ب2 وده ب2 وده ب2 متصلين معا على التوالي يبقى ب6، ودولت كلهم على التوازي ب2 يبقى 6 و2 8. يبقى إذا ج هتساوي 8 وميم ب4. 8 على 4 هتساوي 2 أمبير. طيب بعد كده اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1: عند إحلال المغنيسيوم محل النحاس في محاليل أحد أملاح النحاس يتكون راصب أحمر. جت إزاي؟ المغنيسيوم Mg يتفاعل مع أملاح النحاس. المغنيسيوم هيحل محل النحاس عشان هو قبله في المتسلسلة، فبالتالي ينتج ال MgSO4 ويترسب الCu. إذا يتكون راصب أحمر من النحاس. طيب بعد كده رقم 2: كل مما يلي يؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي عادة. درجة الحرارة بتأثر، تركيز المتفاعلات بتأثر، طبيعة المتفاعلات بتأثر، إنما تركيز النواتج لا يؤثر على معدل التفاعل الكيميائي. بعد كده تم اكتشاف ظاهرة النشاط الإشعاعي بواسطة العالم أوم ولا مندل ولا هنري بيكوريل ولا واتسون؟ هنري بيكوريل. طيب رقم 4: إذا مر تيار كهربي شدته 1 أمبير خلال مقاومة كهربية مقدارها 20 أوم ثم زادت شدة التيار في نفس المقاومة إلى 2 أمبير فإن قيمة المقاومة لا تتغير عشان هي المقاومة مقدارها 20 أوم. طيب بعد كده رقم ب: في معمل المدرسة لديك المواد الآتية. في معمل المدرسة لديك المواد الآتية. رقم: حمض هيدروكلوريك ونترات فضة وكربونات صوديوم وكلوريد صوديوم منحاس. وضح بالمعادلات الرمزية فقط كيف تحصل على راسب أبيض. هنحصل على راسب أبيض لما نستخدم ال
NO3 زائد ال NaCl هيساوي AgCl، ده بقى الرسب الأبيض، زائد ال NaNO3 رسب أبيض من كلوريد الفضة. طيب عاوزين نحصل على ماء غاز يعكر ماء الجير لما نفاعل كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك ينتج كلوريد الصوديوم زائد CO2 زائد H2O. طيب بعد كده وضح على أسس وراثية ناتج تزاوج ذكر وأنثى ذبابة الفاكهة كلاهما طويل الجناح، وكان الناتج 45 فرد طويل الجناح و15 فرد قصير الجناح. لو اختصرناها على 15 فيها الواحد على 15 فيها التلاتة، يعني النسبة 3 طويل إلى 1 قصير. والأفراد اللي تزاوجت كلاهما طويل الجناح، يبقى إذا لازم اللي تزاوج يكون طويل الجناح هجين عشان تطلع النتيجة دي. علما بأنه يرمز لجين طول الجناح بالرمز T كابيتال ولجين قصر الجناح بالرمز T سمول، يبقى اللي تزاوج T كابيتال T سمول مع T كابيتال T سمول دولت الآباء. وبعدين الجاميتات T كابيتال وT سمول وتي كابيتال وتي سمول ديت الجاميتات. وبعدين الأفراد الناتجة تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي سمول تي سمول دولت كده طويل الجناح 3، وتي سمول تي سمول ده قصير الجناح 1. يبقى إذا النتيجة اللي هو إيه قال عليها. طيب رقم جيم للطاقة النووية استخدامات عظيمة في مجال الزراعة. أذكر 2 في مجال الزراعة استخدامات الطاقة النووية: قتل الآفات أو القضاء على الآفات. تاني حاجة تحسين سلالات بعض النباتات، تحسين سلالات بعض النباتات. بعد كده ادرس الأشكال التالية ثم أكمل المطلوب أسفل كل منها. رقم 1 الشكل رقم يعبر عن التيار الكهربي الذي يمكن نقله لمسافات طويلة ويكون مصدره. أنه واحد ينقل لمسافات طويلة؟ التيار المتردد. يبقى إذا رقم 2 ويكون مصدره المولدات الكهربية. أما في الشكل الآخر فيكون نوع التيار الكهربي مستمر ومصدره الخلايا الكهروكيميائية. بعد كده يرمز للعضو الذي يفرز هرمون يحفز خلايا الجسم لامتصاص سكر الجلوكوز في الدم بالرمز زد اللي هو البنكرياس، والهرمون هو الأنسولين. يعني يمتص سكر الجلوكوز من الدم ويتحول للكبد في صورة جلايكوجين. طيب رقم 2 رمز العضو الذي يخزن فيه سكر الجلوكوز الزائد عن حاجة الجسم الكبد اللي هو X، والصورة التي يخزن فيها السكر الزائد هو الجلايكوجين. بعد كده اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1 الصفة التي تختفي في جميع أفراد الجيل الأول في تجارب مندل. الصفة المتنحية، الصفة المتنحية. طيب رقم 2 التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل في وحدة الزمن، ده معدل التفاعل الكيميائي. طب مادة يكونها الجين تكون مسؤولة عن حدوث تفاعل كيميائي معين، الإنزيم. الجين بيدي إنزيم، والإنزيم يحفز تفاعل كيميائي يكون بروتين يظهر الصفة الوراثية. رقم 4 عملية كيميائية تفقد فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. عملية الأكسدة هي ديت اللي فقد الإلكترونات. طيب بعد كده رقم ج علل حفظ الأطعمة
في مجمد الثلاجة، عشان مجمد الثلاجة معناها انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى نقص معدل التفاعل الكيميائي بين البكتيريا والطعام، والتي تسبب تلفه. يعني لو حصلت التفاعلات ديت بشكل سريع يتسبب ذلك في تلف الطعام، لكن خفض درجة الحرارة بيقلل التفاعل بين البكتيريا والطعام وبالتالي ما يتلفش. بعد كده اختر من العمود B ما يناسب العمود A. رقم 1 عناصر لا تحل محل هيدروجين الحمض المخفف، ال AU وال CU، يبقى 1/5. الذهب والنحاس عشان الاتنين بعد الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي. طيب وحدة قياس كمية الكهربية الكولوم، يبقى 2/4. رقم 3 تفاعل الزيت مع الصودا الكاوية، تفاعل بطيء نسبيا، يبقى 3/2. رقم 4 وحدة تعادل جول على فولت في ثانية. جول على فولت يعني الشغل على جيم هتساوي كاف كمية الكهربية على الثانية، أو اللي قصدي الكولوم على الثانية هتساوي الأمبير، يبقى إذا 4/1. طيب بعد كده انقل العبارة الآتية إلى كراسة إجابتك بعد تصويب ما بها من خطأ إن وجد. رقم 1 التأثيرات الخلوية للإشعاع تغير تركيب الكروموسومات الجنسية. التأثيرات الوراثية هي ديت اللي بتعمل تغيرات في تركيب الكروموسومات الجنسية، يبقى تأثيرات وراثية. طب اختار مندل 10 صفات وراثية خاصة بنبات البازلاء لإجراء تجاربه. غلط، 7. طيب رقم 3 شدة التيار هي حالة الموصل الكهربية التي تبين انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر. ده الجهد الكهربي، ده تعريف الجهد الكهربي مش شدة التيار. طيب رقم 4 عاملة الصفة الوراثية، يعني الجينين بتوع الصفة الوراثية يكون متشابهان في الفرد النقي. صح. بعد كده ما النتائج المترتبة على زيادة طول سلك الريوستات المدمج في الدائرة الكهربية بالنسبة للمقاومة؟ اللي يحصل لما يزيد طول السلك هتزداد المقاومة اللي هي ميم يعني. طب شدة التيار الكهربي هتقل عشان المقاومة عكسي مع التيار.